أهلا وسهلا بكل متابعيني الكرام. الجو بدأ يحرر جدا، محتاجين حاجات كتيرة ساقعة أو باردة ترطب علينا. هعمل معاكم سلسلة كاملة من التحلية الباردة، هنبدأها إن شاء الله بالوصفة دي، وهي تحلية سريعة وسهلة جدا. هتكون طبعا باردة، هنحطها في التلاجة نستخدمها على طول أو ناكلها على طول واحنا رايحين الشغل الصبح أو الولاد رايحين المدرسة، بمنتهى البساطة. يعني مش تاخد مننا وقت ومش تاخد مننا كمان تكلفة، مكوناتها إن شاء الله موجودة عندنا في البيت. بمنتهى البساطة هعمل معاكم تحلية الكاسترد بالفاكهة. من فضلكم لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدأ. أول حاجة هحتاجها هو كيلو من الحليب البارد، طبعا يكون مغلي وبارد. هاخد منه ربع كوباية على جنب، وهرفع بقية الكيلو على النار علشان يغلي. الربع كوباية دي هضيف فيها كاسترد. ده الكاسترد اللي أنا هستخدمه، هضيف فيه في الربع كوباية اللي أنا حطيتها على جنب حوالي 3 معالق كبار. 3 معالق كبار مش اكتر، لان انا مش هحتاج ان الكاستر بتاعي يبقى تقيل، انا عايزاه خفيف. تمام. وكمان هضيف عندي حوالي نص كوبايه من السكر. خلي بالكم نص كوبايه سكر مظبوطه جدا جدا، مش هيبقى مسكر قوي ولا هيبقى دلع، يعني هيبقى كده مظبوط جدا. هبدا بقى اقلب السكر كويس هو والكاسترد مع اللبن، وزي ما اتفقنا الحليب عندي هنا بارد. تمام. هقلبه كويس في الوقت دوت اللبن الباقي بيغلي على البوتاجاز اللي هو بقيه الكيلو. هبدأ بقى اخد الخليط اللي انا عملته من الكاسترد والسكر والحليب، وهبتدي انزل تدريجيا كده على اللبن بتاعي لما يغلي. هقلب طبعا ايدي فيه وانا نازله بالخليط بتاعي، هبتدي اقلب تدريجيا كده زي ما انتم شايفين. انا هنا اخدت بالي بس ان الكسرونه اللي كنت شغاله فيها صغيره شويه، مش تاخد بقيه الحليب، فجبت حله اكبر شويه ونقلت فيها، وهكمل بقيه الخليط زي ما بدات بالظبط. هنزل بسرسوب كده من الكاسترد واللبن، وهبتدي اقلب بالايد التانية على طول، ايدي فيه على طول، تقليب مستمر لحد ما يبدأ يغلي ويعمل كده فقاقيع زي ما هنشوف دلوقتي بالظبط كده بالمنظر ده. مش هنستنى ان هو يتقل قوي يا جماعة، لان هو هيكون خفيف اصلا. هطفي عليه بقى. تمام. يبقى اول ما يعمل فقاقيع كده مع التقليب المستمر هطفي عليه. تعالوا بقى كده في قالب بايركس او في اي حاجة كده واسعة هنصب فيها الخليط بتاعنا. وزي ما اتفقنا الخليط عندي مش هيكون تقيل، هيكون خفيف. هبتدي بقى اجيب كيس بلاستيك، اي كيس بلاستيك كده هفتحه وابتدي اغطي بيه الكاسترد بتاعي، لاني مش عايزاه يعمل وش. تمام. هسيبه يبرد بره كده شويه، وبعد كده هدخله التلاجة يبرد لمدة ساعتين. ممكن جدا عادي نكتر عن الساعتين، مفيش مشكلة. هو كده كده مش هيتقل معايا، مش هيبقى مهلبية يعني. خلاص. بس اهم حاجة انه يبرد كويس جدا. تعالوا بقى كده عبال ما يبرد يعني نجهز الفاكهة بتاعتنا. هنا بقى انا هستخدم 3 انواع فاكهة، هي الخوخ والموز والكنتالوب، ودول اللي كانوا موجودين عندي. تقدروا تستخدموا اي نوع فاكهة عندكم، ممكن نحط فراولة، موز، مانجا. تقدروا تستخدموا نوع واحد من الفاكهة، نوعين من الفاكهة، زي ما انتوا حابين. اللي عندكم كله حطوه. عايزه اقول لكم ان اي فاكهه بتتحط مع الخليط ده بيبقى طعمها فعلا روعه جميله جدا. زي ما انتوا شايفين بكده انا ببدا اخد الخوخ بتاعي بقطعه مكعبات يعني صغيره شويه، بس نخلي بالنا من تقطيعة الفاكهة كلها تبقى تقطيعة يعني قد بعضها شوية. تمام. وطبعا استخدموا الكمية اللي انتوا عايزينها، يعني لو بتحبوا نوع فاكهة معين كتروه براحتكم يعني. الفاكهة هنا زي ما قلت لكم زي ما عندكم حطوا. بعد كده كمان هاخد الكنتالوب بتاعي، وطبعا هبتدي اقسمه وانضفه، وبعد كده بقى هقشره من بره. ده عشان اسهل بقى ان انا اقطع الكنتالوب، يعني الطريقة دي عموما انا بستخدمها في ان احنا ناكل الكنتالوب في البيت. بعد ما بقسمه نصين وبنضفه من البذر بتاعه، ببتدي اقشره من بره كده كله، وبعد كده بقى بقطعه شرايح ومكعبات، ويتاكل على طول بالشوكه. يعني ما بلاش نعمله كده القوارب دي، ما بحس ان هو ما بيتاكلش كده بصراحه. ما بفضلش ابدا الطريقه دي اللي هو زي شقات البطيخ يعني. تمام. زي ما انتوا واخدين بالكم كده بيتقطع معايا بمنتهى السهوله وما فيهوش تهدير ابدا. الطريقه دي انا شايفه ان هي ما بتهدرش خالص كمان. في العادي بحطه كده في طبق في التلاجة، وعلى طول في شوكة كده، وبناكل الكنتالوب على طول بمنتهى البساطة يعني. خلاص. بحط طبعا الكمية اللي انا عايزاها. كمان عندي الموز، هبتدي برضو اقشر الموز واقطعه، وزي ما قلنا تقطيعة الفاكهة تبقى قريبة شوية من بعضها. حلو جدا لو استخدمنا رمان، ولو فراولة كمان، ولو مانجا. كل الفواكه اللي عندي حطوها يا جماعة.
على فكرة كمان هي مغذية، القيمة بتاعتها الغذائية عالية جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين مكوناتها كلها ما شاء الله مفيدة. كده بقى انا حطيت كل كمية الفاكهة اللي انا عايزاها او كل انواع الفاكهة اللي انا عايزاها. يلا بقى ناخد الفاكهة كلها ونقلبها كده تقليبة كويسة، اكننا عملنا فروت سالاد بالظبط. تمام. بقلب هنا وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. شايفين بقى البساطة والسهولة، مفيش بجد اسهل من كده. قلبت الفاكهة بتاعتي والفاكهة بتاعتي خلاص جاهزة. تعالوا بقى ناخد الكاستر بتاعنا بعد ما خرج من التلاجة. انا قعدته هنا ساعتين بالظبط مش اكتر. تقدروا زي ما قلت لكم تقعدوه عادي براحتكم، مش هيعمل وش يعني ولا هيتقل ولا حاجة. بصوا القوام بتاعه خفيف زي ما هو كده، يدوبك كده يعني، تقيل حاجة بسيطة وهو ده المطلوب. يلا بقى ننزل بالفاكهة بتاعتنا على الكاسترد. هنزل بيها كده شوية شوية واقلب عشان بس اعرف اقلبها وادمجها مع الكاسترد بتاعي. شفتوا بقى يعني الموضوع بسيط جدا وسهل، يعني انا شايفاه سهل جدا جدا. واحنا طبعا نقدر نعمل سلطة الفاكهة كده، بس يعني لما نضيف بقى عليها حاجات جديدة كده وزيادة، مش بس بنزود في قيمتها الغذائية، لا كمان بنخلي طعمها احلى يعني. اهو ده شكلها بقى كده بعد ما خلصت الفاكهة كلها بتاعت اللي كانت عندي يعني حطها كلها. يلا بقى ممكن نسيبها كده في التلاجة في القالب بتاعها ونغرف لما نحب ناكل. بس انا مش بحب الخطوة دي، بحب اغرفها على طول في اطباق او كوبايات. ده تسهيل للولاد، يعني مش معقول كل ما يجوا ياخدوا مثلا هقول لهم خدوا الطبق وتعاملوا انتوا بقى يعني غرفوا انتوا. تمام. فبخليها دايما جاهزة علشان على طول اسهل موضوع الاكل. ما شاء الله الكمية دي عملت معايا كمية كبيرة جدا يا جماعة، يعني تقدروا مثلا تخلوها في التلاجة حوالي يومين 3. تاخدوها كده في اليوم كتحلية او تاخدوها كفطار مثلا او كعشاء كمان. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها هغرفها. ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة زي ما انتوا واخدين بالكم، وكانت سريعة جدا. وعايزة اقول لكم بقى بجد بجد طعمها في حتة تانية خالص. يعني هي غيرت طعم الفاكهة، وطبعا احنا عارفين طعم الكاسترد لوحده، الاتنين بقى مع بعض المزيج مع بعضه حلو جدا. كمان احلى حاجة فيها ان هي خفيفة، يعني مش تقيلة كده وتزهقنا لا. وطبعا لما بنحطها في التلاجة وتبرد بتبقى طعمها حلو جدا. وكل ما هنزود فيها انواع الفاكهة كل ما هتدينا كمان طعم اجمل وشكل احلى. هي اصلا يعني هي كده كمان ما كانتش ساقعت في التلاجة وكان طعمها في منتهى الروعة. حلوة جدا، بسيطة جدا، سهلة. وزي ما شفتوا مكوناتها كلها ان شاء الله في البيت وبالمتوفر عندك اعمليها. وبكده اكون خلصت معاكم وصفة النهاردة، وهي كانت تحلية الكاسترد بالفاكهة. لو عجبكم الفيديو من فضلكم لايك وشير، ولو أول مرة تشوفوني من فضلكم تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. كنت معاكم هلا أبو بكر وأقول لكم مع ألف سلامة.